السيد الرئيس، شكرا السيد الوزير مرة أخرى. أنا غير السيد الوزير هضرتوا معنا بواحد الصدر مفتوح، ولا بد أن يكون التعقيب كذلك بواحد الطريقة اللي تعودنا معكم. أول حاجة اللي كنسجل دائما في الكلام ديالكم إن شاء الله بسم الله وراه ربي غادي يعاون السيد الوزير. أنا بغيت نهضر معاك بشوية الواقعية، لأن ملي كنهضروا دائما على المسألة ديال الجفاف وكاين المشكل كاين هذا. أنا نعطيك بعض الأرقام اللي هما ديال الحكومة. هذا 40 مليار ديال الدرهم اللي ديال الضريبه اللي دخلت، كتهضروا على 14 مليار اللي عطيتو للموظفين، كاين 40 مليار اللي دخلت من جيوب المغاربه في هذه الوقيته ديال الازمه. كاين النسبه ديال المداخل ديال السياحه ب 93 مليار، كانت قبل 91 مليار، كانت 73 مليار. الفوسفات كان 16 مليار، اليوم كنهضروا على 43 مليار. المداخل ديال السيارات 112 مليار، ربما غادي نوصلوا حتى ل 200 مليار. المساله الاخرى ديال مغاربه العالم من 93 مليار غادي نوصلوا حتى ل 120 مليار. راه كاين مداخل السيد الوزير، راه هاد الفلوس راه كاينين، وكتهضروا على انه الوضعيه قبيحه. متفقين، ولكن يجب الترتيب والطريقه ديال تدبير هذه المساله هذه. والا ما تعاوناش مع الموظفين ديالنا كما قلتي راه غادي نوليو هذيك الطبقه المتوسطه غادي تمشي، وهو الا مشات هذاك هو العمود الفقري ديال الدوله. كنتمنى انه يكون، انا كنعرف كاين هذا الاحساس وما غاديش نتزايدوا في المأساة، هادشي كاين وما غاديش نتزايدوا فيه. عطيت واحد المساله اللي هي مهمه، وانا كنشوف هذه القضيه ديال التطبيل ديال الاساتذه الجامعيين، تعطات لهم 3000 درهم، راه ماشي 3000 درهم السيد الوزير، تعطات لهم الى 1000 درهم على 3 سنين، وحتى في الجريده الرسميه الى يومنا هذا راه ما كاين ما نزل لا 3000 درهم ابخي 3 زون، ماشي دابا. لا، خصنا نقولوا المسائل كما هي. الله يجزيك بخير. وهادو راه اساتذه جامعه ماشي ناس عاديين، الا حتى هما نبقاو نستغفلوهم راه قاصحه. لا، هو بكل صراحه خصنا نبقاو نقولوا المسائل اللي كنبقاو نعطيو ارقام وراه حنا كنتحاسبوا عليها، وحنا راه ما يمكنناش نبقاو كنتصنتوا وما نجاوبوش على هذه المسائل هذه. هذه مساله كنتوا كتهضروا على السلم اللي ديال 7، راه الناس قبل منكم جابوا السلم من 1 حتى ل 6 باش ما نبقاوش نضربوا عاوتاني الناس اللي سبقونا. خصنا هذا كنتكاملوا بعضياتنا، وهذا المصلحه ديال الوطن ديالنا والسلم الاجتماعي كلنا خصنا نتعاونوا فيه بدون استثناء. وخصنا المساله الاخرى هي المساله اللي هضروا عليها الاخوان ديال القانون ديال الضريبه، وكذلك تحسين الدخل ديال الاجور ديال جميع الموظفين. هادو راه مسائل اللي ربما خص فيهم واحد المجهود كبير، ولكن انا ما بغيتكمش تبقاو تحملوا دائما فوق ما هضرنا كورونا الحرب. لا السيد الوزير، انا عطيتك ارقام اللي هما ديال الحكومه وديال المندوبيه الساميه. بالتالي السيد الوزير اليوم خص يكون عندنا واحد الجرأه باش اننا نكونوا واضحين في هذه المسائل ديال الدوله الاجتماعيه اللي كنهضروا عليها. كاين مجهود دار في الصحه، في القضيه الميزانيه ديال الصحه، متفقين. كاين مجهود كذلك وزاره التعليم، متفقين، وهذا الشيء لا ينكره احد. ولكن هذا راه ماشي كنتمناو على الناس. راه قلت لك المداخيل راه غير الضريبه 17% تزاد، 17% في الميزانيه ديال الدوله. هذا الشيء اللي وصلنا الله اعلم شنو. هذا الشيء راه كله جاي من الجيوب ديال المغاربه. حاجه اخرى السيد الوزير اللي بغيت نطرح معك الله يجزيك بخير، هي هاد الموظفين اللي خارج هذه المراكز ديال الرباط وديال هذا. شكرا، خصكم تاخذوهم بعين الاعتبار، لان بكره عاوتاني ستان نوتر ديفي. انتهى الوقت. شكرا السيد الرئيس.